نتأهل للدور الإقصائي. كنا نستطيع أن نصل للدور ربع النهائي، ولكن بعض الجزئيات البسيطة في المباراة، وأيضا يعني تحمل الحكم بعض الشيء على المنتخب المصري أقصى من المونديال. اليوم شاهدنا استقبال جماهيري كبير، تأكيد على المجهود الذي بذلوه الجهاز الفني واللعيبة خلال المونديال. نحن راضون كل الرضا، نأمل بكل تأكيد أن يكون هذا بناء للمستقبل في البطولات الأفريقية وبطولة كأس العالم المقبلة إن شاء الله، وأن يحقق المنتخب المصري أكثر وأكثر إن شاء الله تعالى في المستقبل. فعلا هنا عودة لاعبي المنتخب المصري، هنا محمد صلاح الذي عاد برفقة لاعبي المنتخب المصري حاملي للعلم المصري بعد الإنجازات التاريخية الخاصة بالمنتخب المصري كما قلت، أول فوز، أول تأهل، وثم الخروج بعد أداء مذهل أمام منتخب الأرجنتين حتى الدقيقة 79 حتى نكون واضحين، ومن ثم تغيرت الأمور وبمباراة فعلا يستطيع أن نبني عليها للمستقبل للمنتخب المصري. المنتخب المصري خلال هذه البطولة شاهدنا لاعبين اكتشاف، يعني كابتن حسام حسن اكتشافهم يأتي في مقدمتهم اللاعب مصطفى زيكو. مصطفى زيكو بالمناسبة قبل المونديال كان في المصيف، فوجئ باتصال من الكابتن حسام حسن انك ستكون معنا في المونديال. خاض اول مباراه وديه مع روسيا في القاهره قبل المونديال، سجل هدف في المباراه البرازيل الوديه ايضا قبل المونديال، سجل هدف في مباراه نيوزيلندا، وسجل هدف في مباراه الارجنتين. هذا من ضمن اكتشافات كابتن حسام حسن، بجانب ايضا اللاعب هيثم حسن. فبالتالي المنتخب المصري قدم كل ما عليه خلال البطوله، وهناك نجوم اكتشفوا للمستقبل سيكونوا يعني سند كبير للمنتخب المصري. وهذه نقطة تحسب لحسام حسن الذي قاد المنتخب المغربي في 1990 للتأهل كلاعب، والآن يقود هذا المنتخب بإنجازات كبيرة وكبيرة للكرة المصرية. كابتن حسام حسن دائما يعشق الفوز، ودائما يعشق النجاح. أي فريق تولاه كابتن حسام حسن حقق معه نجاحات، مش شرط بطولات، هنتكلم عن نجاحات طفره. يعني مسك يعني كتير من الانديه المغموره ممكن في الدوري المصري، حقق معاه نجاحات، حقق معاه مراكز متقدمه. فبالتالي الكابتن حسام حسن قرار تجديد تعاقده حتى 2030 من قبل كابتن هاني ابو ريده قرار صعب من وجهه نظري. الفترة القادمة سنشاهد أكثر للمنتخب المصري. كابتن حسام حسن لديه خطة، لديه فكر أكثر للتطوير خلال المرحلة المقبلة إن شاء الله. هنا الحافلة المكشوفة باستقبال الأبطال، الجماهير باستقبالهم من المطار هناك، و